اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا على مائدة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أفضل علاقة مع المعصوم بالإضافة إلى التعلق العاطفي به، حزنا، فرحا، ذكرا، شعرا، نثرا، نعم، بالإضافة إلى كل ذلك التأسي العملي، والتأسي لا يكون إلا عن معرفة. ومثاله عندما نطلب من إنسان أن يرسم رسمة، مرة نطالبه برسمة إبداعية من عند نفسه، هذا له باب. ومرة نقول تأسى بالرسام الفلاني، بالفنان الفلاني في لوحته. إذا لم تكن عنده لوحة واضحة كيف يرسم على طبقها؟ إذن إن أراد أن يتأسى بأحدهم لا بد أن تكون سيرته واضحة. الذي لا اطلاع له على سيرة المعصومين، الذي لا يعلم موقع الإمام من عالم الوجود، الذي لا يعلم ما صدر من إمامه من حكم، هذا الإنسان أنى له أن يقتدي به. زر الإمام موسى بن جعفر عشرات المرات وأنت جاهل به وبكلامه، كيف تقتدي به؟ غاية ما في الأمر أن تقبل ضريحه الشريف وتزوره وتصلي ركعتين. إذن من أراد أن يكون مقتديا بإمامه موسى بن جعفر على الأقل يطلع على وصاياه لهشام، وإلا هشام ما صار هشاما بالتوسل فحسب، بالبكاء على الإمام فحسب. هشام صار هشاما لأنه تتلمذ على يد الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، فصار عالما بالإمامة. هشام معروف أنه فتق أبحاث الإمامة. وصلنا إلى هذه الفقرة، وهذه الفقرة في ظاهرها نعم ملفتة. قد يقول الإنسان كيف كذلك يا هشام؟ إياك ومخالطة الناس والأنس بهم. طبعا سيأتي للكلام تتمة، عندما ننقل التتمة يرتفع الاستغراب. إياك ومخالطة الناس والأنس بهم، لا تكن حشرا مع الناس، لا تكثر من هواتف الأصدقاء في جهازك. البعض هكذا يباهي، يقول عندي 1000 صديق، 2000 صديق، ما لك وهؤلاء. والأنكاء أن تأنس بهم. إنسان بطال، إنسان غافل، تذهب وتأنس به. بعض الناس يترك زوجته وعياله، إلى أين يا فلان؟ أذهب إلى بيت فلان. لم يا فلان؟ لأنظر إلى باطل في التلفاز. ذلك إنسان بطال، وأنت صرت مثله، أنست به، ثم تتوقع أن يغمى عليك في جوف الليل. هذا أنى لك.
ما دام قلبك متعلقا مأنوسا بالبطالين أنت مثلهم. ولهذا إذا أردت أن تختبر نفسك أنت على أي مستوى من الإيمان، أولا انظر إلى صلاتك. إقبالك على الصلاة تحدد موقعك من رب العالمين. وثانيا انظر إلى نفسك في جمع الغافلين. إن رأيت في قلبك اشمئزازا اعلم أنك على خير. من يشمئز من البطالين إذن هو من الذاكرين. وإن رأيت أنسا بهم فاعلم أنك على شاكلتهم. كما يقول المثل العربي: الطيور على أشكالها تقع. إذن الإمام موسى بن جعفر يقول: إياك ومخالطة الناس والأنس بهم. ولكن ما من عام إلا وقد خص، ما من قانون إلا وله تبصرة. يقول: إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به. عاقل، وأين العقلاء هذه الأيام؟ من كان هواه بيده، من كان مسيطرا على غرائزه وغضبه، هذا له درجة من درجات العاقل. العاقل ذلك الذي أعطي الحكمة. العقل مع الحكمة متلازمان. إن رأيت إنسانا يلقى الحكمة أدنوا منه، هكذا في الروايات: إذا رأيتم الرجل صموتا فادنوا منه. ثم يقول إمامنا في كلمة بليغة رادعة: واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. رأيت إنسانا يدخل في قفص الأسد ويأنس بالأسد، لو عمل ذلك لحظات وهو فريسة بين يديه. هذا الغافل، هذا البطال، هذا بمثابة الأسد المفترس، يفترسك بباطله بلغوه، أو قل كالجراثيم الضارة. والأمر لا يحتاج إلى استدلال. اجلس مع البطالين ساعة ثم صل ركعتين، ترى نفسك لا تميل لعبادة ولا لقراءة قرآن. هذه النفس تلوثت. ثم إمامنا: فدته نفوسنا. هذا الذي كان معذبا في قعر السجون، انظروا إلى حكمته، إلى درجته في المعرفة. وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحي من الله. مرة تنكر وجود الخالق، أنت لا قدر الله ملحد، الأمر إليك، أنت كالأنعام أو هم كالأنعام. أنت العاقل، دعنا عن الديانة، دعنا عن التقوى. أنت عاقل تعترف بالرقيب، لا تعمل عملا يورطك مع رب العالمين. لو دفعت الملايين، نعم، لإنسان أن يتعرى في الشارع لا يقبل، بينما في الحمام يعمل ذلك بلا أي شيء. لما؟ لأنه يستحي من الناس. من رأى الله عز وجل رقيبا له في كل تقلباته حياؤه من الله يكفي. ولهذا في بيت الخلاء المؤمن يتقنع، يضع على رأسه غطاء. يقول البعض من دواعي ذلك الحياء من الله عز وجل. نعم، ولهذا عند معاشرته لزوجته أيضا نهي عن التعري حياء من الله عز وجل، يتغطى في تلك الحالة أدبا. إذن المؤمن في كل تقلباته حيي من الله سبحانه.
ثم يقول إمامنا أيضا: وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالف. مخالفة الهوى علامة السداد، لأن النفس متهمة ما دمت تميل إلى جهة اعلم أن هذه الجهة مشبوهة. تريد الليل أن تزور أحدهم هذا وهذا، إذا رأيت نفسك تميل إلى الأول اذهب إلى الثاني، ثم تكتشف أن مائدته أدسم، أن اللهو عنده موفر. على كل هناك بعض المزايا اللهوية. إذا رأيت قلبك نافرا من أمر يقول اتبع هذا الطريق، فإن كثير الصواب في مخالفة هواك. كلمة أخيرة، أنا عندما وصلت إلى هذه الكلمة أحدنا كم يقف خاشعا أمام هذا الإمام الذي ما عرف قدره. كلمة عاطفية فيها رقة. يقول الإمام موسى بن جعفر يقول: ولم يفرج المحزونين بقدر حزنهم ولكن بقدر رأفته ورحمته. رب العالمين إذا رآك مكروبا مهموما يفرج همك بمقدار رحمته. الشاهد هنا يقول: فما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه بأوليائه. إنسان يؤذي وليا من أولياء الله عز وجل، رب العالمين لا يطرده، يمهله لعله يتوب. إنسان يؤذي ولي الله، رأيت إنسانا يؤذي ولي الله من ساعته يموت مثلا، من ساعته يشل، لا يعيش منعما وقد آذى وليا من أولياء الله. يقول إمامنا: فكيف بمن يؤذى فيه؟ رب العالمين يرفق بمن يؤذي المؤمنين، فكيف بنفس المؤمن الذي أوذي في الله؟ كم حنان رب العالمين بهذا المؤمن. وبعبارة أوضح: إذا كان عدو المؤمن في مظان الرحمة فكيف بالمؤمن نفسه؟ ثم يقول: وما ظنك بالتواب الرحيم، بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه، فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه؟ عدو الله يتوب الله عليه، فكيف بالصديق الله الذي يعاد الناس في الله؟ رأينا البعض يقاطع أرحامه وأصدقاءه في الله. الذي هو عدو لله رب العالمين يرحمه طبعا إذا تاب، فكيف بمن يعاد الآخرين في الله؟ كم الرحمة غامرة لهكذا إنسان. صلى الله عليك يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. اللهم اجعلنا على نهجه، اللهم وفقنا للدنيا في الدنيا لزيارته وفي الآخرة لشفاعته. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.